خلصت على طفلة عشان كشري. ريتاج عاطف طفلة مصرية عمرها 3 سنوات. في نوفمبر 2023 كانت ريتاج تلعب قدام بيتهم وفجأة اختفت. انهبلوا أهلها وقعدوا يبحثون عنها بمساعدة الجيران، لكن ما لها أي أثر. بلغوا الشرطة وبدت عمليات البحث، وكلها كم ساعة ولقوا ريتاج في وضع مأساوي. ريتاج كانت مرمية في صندوق القمامة وشكلها بشع، أطرافها مقطعة ورقبتها مكسورة، وفوق كذا محروقة بالكامل. راجعت الشرطة كاميرات المراقبة للبحث عن المجرم، ولاحظوا أن في واحدة من الكاميرات بنت طالعة ورامية في الزبالة كيس أسود ومتوترة ووضعها غريب، كل شوي تتلفت يمين ويسار. هذه البنت هي جارة ريتاج واسمها شيرين وعمرها 30 سنة وعندها كذا ولد. قبضوا عليها، وخلال التحقيق اعترفت اعترافات خلت كل المحققين في حالة من الذهول. تقول شيرين أولادها طلبوا منها